في تشكيل فريق نادي الداخليه والثمانيه الباقيين. وهنا امامنا تسديده حلوه والدفعه ولسه الهدف الاول امامنا هنا. المتابع يضع الهدف الاول لفريق نادي طنطا بافضليه هجوميه على فترات، لكن شوف امامنا التسديده بقوه هذه المره، ظبط زوايا ودفع في ظهر حماده جلال رائعه الحقيقه. امامنا سيف الدين الجزيري ابن الافريقي. امامنا هنشوف القرار، اعتقد الهدف سليم 100% لانه كان في دفعه في ظهر المهاجم اعتقد لاعب حماده جلال، لكن كملها سيف الدين الجزيري وسددها سيف الدين الجزيري واحتسبها ابراهيم نور الدين. الهدف الاول لفريق نادي طنطا، يخطفوهم وهنا امامنا وحتى الان مسيطر في نص الملعب فريق نادي الداخليه من البدايه. والهدف يا ولد امامنا هنا امام المرمى بيضيع كتير محمد زيكا رقم فريق نادي الداخليه. هنا امامنا محمد زيكا بقى ياخد العرضيه من امير عابد ويوجهها توجيه مثالي، طالع العرضيه المتقنه من امير عابد والرأسيه امامنا هنا اعتقد الموجود على ارض الملعب اللاعب ناصر منسي، اعتقد هو ناصر منسي اللي يعني هياخد يمرره للامام بيفك الخطوط. وادي التسديده والهدف الثاني خلصوها بقى هذه المره. سهل حاجات كتير على ارض الملعب، هدفين واحرز هدفه الخامس في هذا الموسم، انفرد بهدافي الدوري باداء خيالي عالي على ارض الملعب، ينجح في احراز الهدف الثاني لفريق نادي الداخليه. البديل الناجح، الخيار الاستراتيجي المثالي الفعال من جانب علاء عبد العال، القارئ الجيد لما يدور